لحد النهارده. مين اللي وقع المسلمين في بعض في القديم؟ يقول لك في واحد يهودي كان شيطان اسمه مين؟ عبد الله بن سبأ. عبد الله بن سبأ خلى الصحابة قلبوا على بعضهم وقتلوا على بعضهم. طيب يا عمي، الجماعة اللي جم يقتلوا عثمان أو المصريين برضو عبد الله بن سبأ راح لهم مصر هيجهم ونشطهم لحد ما جابهم لحد المدينة. طيب يا سيدي، وعبد الله بن سبأ هو اللي كتب الجواب. محمد بن أبي بكر اللي عينه عثمان كبديل لعبد الله بن سعد بن أبي الصرح في مصر ولي مصر. وبعدين لقوا جواب رايح من عند بيت الأمير المؤمنين عثمان يقول لو جالك محمد اقتلوا اللي معاه. دي برضو عبد الله بن سبأ الظاهر. طيب يا عم، وعلي بن أبي طالب لما كان بيتلعن أبوه لمدة 75 سنة و40-50 سنة على المنابر، كان برضو عبد الله بن سبأ اللي قال لمعاوية بن أبي سفيان اسمع يا معاوية، مش هيستقيم لك سلطة إلا لما تأمر كل عمالك كل جمعة يقولوا في نهاية خطبة الجمعة اللهم لعن أبا تراب وشيعة أبي تراب ومحبي أبي تراب. لدرجة إن السيدة أم سلمة خرجت وقالت مالي أسمع سباب رسول الله من على منبر رسول الله تقولون اللهم لعن أبا تراب ومحبي أبي تراب وما علمت رسول الله إلا محبا لأبي تراب. يعني كأنكم بتسبوا النبي. يبقى إذا كانت تصل المسائل، هل دي كلها عبد الله بن سبأ؟ فكر المؤامرة. نحن مصرين إن في واحد يهودي هو اللي عمل فكرة الشيعة دي. طيب يا سيدي، لما ربنا قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، كان برضه واحد يهودي زي ربنا يقول الآية دي؟ لما ربنا يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، كان برضه واحد زي ربنا يهودي؟ ما هو ممكن واحد ما بيؤمنش بالديانات يقول لك ما هو ربنا بيحب اليهود شوية. مش ربنا قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين؟ ربنا يعني شوية متوصي باليهود. فمن الممكن القصة تمشي برضه من باب التوصية باليهود إن ربنا قال إيه قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة. واحد يهودي يكون دخل على الخط وزق ربنا. طب والنبي لما قال يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، كان برضه واحد يهودي زقه. ولما النبي يقول يا من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصر. لازم يبقى عندنا نوع من العقل. مش معقولة كل الناس اللي بتحب أهل البيت وتقدمهم كل دولة اليهود. طب أنا بحب أهل البيت وبقدمهم، أنا اليهود زقني. اليهود عبد الله بن سبأ زقني دفعني عشان أحب علي بن أبي طالب وأقدمه وأهل البيت على غيره. طب يا أخي اللي بيقولوا التحيات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، لما بنقول وعلى آل محمد دي هل نتيجة إن في برضه يهودي يركز معانا وتآمر عشان نقول في التحيات وآل محمد؟ لا طبعا. وإلا طبعا في بعض إخواننا يقولوا لا آل محمد دولت بقى كل أمة محمد. مظبوط. يبقى لازم احنا نقول اللهم صل على محمد وعلى فيفي عبده ونجوى فؤاد وام كلثوم والناس دي كلهم هم برضه من اتباع محمد برضه. ما هو وكل بقى اتباع محمدينا وكل الرقاصين لازم نقول برضه لان هم كلهم يعني. ونقول احنا قدام ربنا وبنصلي ونقول الكلام ده قدام ربنا، ينفع الكلام ده؟ يعني آل محمد هم مقدمون. ليه؟ لأن ربنا زكاهم يا أخي. زكاهم ليه؟ لأن ربنا عايز المتحدثين باسمه يبقوا نضاف، فادهم شوية إيه؟ شوية رحمات زايدة. حتى ربنا يقول إيه؟ ولقد صدق عليهم إبليس ظنه ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فالشاهد إيه؟ في بعض فريق من المؤمنين
فريق من المؤمنين المفروض الشيطان مالوش علاقة بيهم، يحاول يمين شمال يستحيل أن يمسهم. هم مين بقى في أمة محمد؟ محمد وبعض أسراته. طبعا عندنا بعض الحمقى يطلعوا لك ما هو أبو لهب كان من عيلة النبي. أبو لهب دخلوا في الموضوع. أبو لهب ملعون سلسفينه في القرآن وهيروح جهنم وبئس المصير. لما نقول أهل البيت نعني علي، فاطمة، الحسن والحسين أصالة، لأن هم اللي النبي حط عليهم الكساء وقال هؤلاء أهل بيتي فأذهب اللهم عنهم الرجس وطهرهم تطهير. ثم أعلمهم بعد هؤلاء، دول ربنا اصطفاهم. هم مين؟ ما يهمكش كتير، لكن يهمك بالدرجة الأولى إن أنت ألا تقدم أحدا على هذه الأسرة. علي، فاطمة، حسن، الحسين، لما دولت يتكلموا ممنوع حد من المسلمين بعدهم ينطق. كل مع احترامنا للجميع، كل الجميع لهم تقديرهم واحترامهم، لكن يا أخي يعني لما تيجي تسمع علي بن أبي طالب قرأ يصح تسأل إمام جامع يمكن كان سواق ليموزين قبل كده وبطل بقى شيخ بقى إمام جامع بعد كده، يعني عيبة حتى يعني. طبعا احنا طبعا دلوقتي الجماعه سواقين الليموزين ياخدوا على خاطرهم وكل جماعنا كلهم سواقين ليموزين يعني، انما المساله ما تنطلقش من هنا، المساله تنطلق من فكره ان كثير من الناس اللي انت بتسالهم في الدين لو علي بن ابي طالب قال يصح تقول الشافعي قال، يعني حد يقول الكلام ده، تقول ابو حنيفه قال، تقول احمد بن حنبل قال، تقول القرضاوي قال، تقول شيخ نظر قال. والله الناس دي لو علي بن ابي طالب موجود وهم بيتكلم يعني ممكن انت تقول انا مش متاكد ان علي قال، ممكن اتفاهم معاك، انما اذا تيقن ان علي قال او فاطمه قالت او الحسن قال او الحسين قال، خلاص يا اخي انتهينا. حتى لو جيت يوم القيامه تقول يا ربي انا اتبعت علي والفاطمه والحسن والحسين، ما اعتقدش ان انت هتضارب، يعني انت في السيف سايد مؤكد. يعني بمنع بقى، يعني احنا عندنا المصريين لنا تعبير يقول لك ايه، حطها في رقبه عالم واطلع سالم. طب انت حطها في رقبه علي وفاطمه والحسن والحسين تطلع سالم؟ لا، تطلع طاير كمان مش سالم، تطلع طاير ومريح. طب حطها في راس القرضاوي، القرضاوي يا اخوانا ما عرفش يحكم بين جوز نسوان، اتجوز مرتين ما عرفش يعدل بينهم، والزوجه الثانيه فضحت عرضه وقالت طلقني بسبب ضغطه الاسره عليه، بعد ما كتب فيها ابيات شعر وعشقا وهياما وهو ابن ال80. يعني هتسمعوا، ما هو ده اعلم اهل السنه. مين زعيم اهل السنه الروحي؟ الشيخ القرضاوي. الشيخ القرضاوي الشيخ البوطي يفجر في سوريا مستكتر يقول الله يرحمه،